مرحبا صبايا. اليوم إن شاء الله رح نعمل رز بحليب بالطريقة القديمة، طريقة أمهاتنا وجداتنا يلي بدون نشا اللي بذاكرتنا كلياتنا. أنا هون جبت 3/4 الكاسي رز سن وايت. غسلتها بس مرة وحدة لأنه أنا بدي النشا اللي فيه، وحطيتهم بالطنجرة مع كاستين مي واستنيت لحتى غليت المي، وهديت الغاز على الأخير وغطيتهم نص ساعة. طبعا أنا اخترت نوع الرز سن وايت لأنه طيب، ولازم اختار نوع رز طيب ليطلع معي الرز بحليب طيب. هلا هون بعد ما استوى بعد نص ساعة أنا ضفت لترين مي و3/4 الكاسي سكر، وضفت 24 معلقة حليب بودرة. أنا لأني مستخدمة الحليب البودرة فيكم تستخدموا لترين حليب سائل عادي. رح حرك واستنى ليغلي الحليب. تمام. بس نغلي الحليب رح هدي الغاز على الأخير وغطي الطنجرة. وبروح وبيجي وبحرك لحتى ينسجم الرز مع الحليب. بهي الطريقة أخذ معي تقريبا بحدود ساعة، بس بروح وبيجي وبحرك، ما فيني أتركه مشان ما يلدع معي. تمام. بضيف بالأخير معلقتين أو 3 ماء زهر. هلا هوني طبعا ماء الزهر بعد ما طفي الغاز مشان ما تروح الريحة تبعه. تمام. هلا هون صبيتهم بالكاسات. بتمنى تكون عجبتكم الوصفة، وصحتين وهنا.